السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من آلاف السنين وحتى الآن تتميز مصر بموقعها الجغرافي وأراضيها الخصبة بامتداد نهر النيل وما حوله، وتشكل الزراعة الجزء الأكبر والأهم من الحضارة المصرية، سواء الحضارة المصرية القديمة أو الحضارة المصرية الحديثة. وعشان كده كانت مصر دائما هي طوق النجاة في أزمنة القحط على مر العصور. وداخل الأراضي الزراعية الخصبة الممتدة على ضفاف نهر النيل وما حوله توجد إحدى أهم الرموز في الحضارة المصرية القديمة، توجد إحدى أهم الرموز المقدسة لدى القدماء المصريين، ألا وهي الكبرى المصرية. تعد الكبرى المصرية من أهم الرموز في الحضارة المصرية القديمة، وكانت من أهم الكائنات المقدسة لدى القدماء المصريين، وكانت تسمى أورايوس. ولذلك تم تجسيدها ووضعها على تيجان الملوك ونقوشات المعابد والأماكن المهمة جدا لدى القدماء المصريين، كرمز للقوة والعظمة والهيبة. الكبرى المصرية صاحبة أقدم تسجيل علمي في أنواع الثعابين، رغم انتشارها الكبير في معظم أفريقيا وليست مصر فقط. ولكن أول تسجيل وأقدم تسجيل لها كان من خلال القدماء المصريين من آلاف السنين، وده كان من خلال وضعها وتجسيدها على تيجان الملوك، وأيضا النقوشات المرسومة في المعابد وفي الأماكن الأثرية. عشان كده تم تسميتها الكبرى المصرية نسبة إلى مصر، لكن هي متواجدة في معظم أفريقيا إن لم يكن في كل أفريقيا. وهي أكبر أنواع الثعابين الموجودة في مصر، سواء أنواع سامة أو أنواع غير سامة. الكبرى المصرية بتعد هي أكبر أنواع الثعابين في مصر بطول قد يقارب ال3 أمتار. الكبرى المصرية بتمتلك جسد قوي جدا، وبتمتلك رأس ضخم، وإذا شعرت بالخطر أو شعرت بالتهديد بتبدأ إن هي ترفع الجزء الأمامي من الجسد، وبتبدأ إن هي تفرد الرقبة بتاعتها على شكل قلنسوة عشان تبان إن هي أضخم من حجمها، أو تبان إن هي أكبر من حجمها الطبيعي. وبتبدأ إن هي تصدر صوت عن طريق إخراج الهواء من خلال الأنف أو القصبة الهوائية، ويسمى بصوت الفحيح، عشان تحذر الشيء اللي قدام منها ده، سواء الشيء ده شيء مفترس أو حد بيشكل خطر، سواء إنسان أو حيوان. ايا كان الشيء ده بتبدأ ان هي تحذره، وبتبدأ بعد كده ان هي تهاجم الشيء ده اذا تم حصارها فترة طويلة. ولكن في اساليب اخرى بتستخدمها بعض العينات من الكبرى المصرية، الا وهي التظاهر بالموت. الكبرى بتستخدم عملية التظاهر بالموت بان هي بتعمل نفسها ميتة عشان حاجتين: الشيء الاول ان الشخص ده يظن ان هي ماتت فبالتالي يسيبها وهي بعد كده تهرب، او ان هو يظن ان هي ماتت فيبدأ يتهاون معاها ويقرب منها فتقدر ان هي تلدغه وتحقن السم، وبرضه ان هي تهرب. قائمة غذائها بتشمل أي شيء أو أي كائن تستطيع ابتلاعه، فهو بيكون غذاء ليها. يعني هي ممكن تتغذى على القوارض، على الثعابين الأخرى، حتى على أبناء جنسها، تتغذى على الطيور، على الضفادع، على الأسماك. أي شيء تستطيع إن هي تبتلعه فبالتالي تتخذه غذاء ليها. بيبدأ موسم تزاوج الكبرى المصرية من بداية شهر مارس حتى نهاية شهر مايو. بتبدأ الأنثى إن هي تطلق فرمونات أو تفرز فرمونات للتزاوج، وبيبدأ الذكور إن هم يتتبعوا رائحة الفرمونات، وبتبدأ عملية التزاوج وبعد كده عملية التلقيح. بتبدأ الأنثى في حمل البيض لمدة تقارب 50 يوم، وبعد كده بتضع البيض بتاعها، والبيض بتضعه في أماكن مماثلة للأماكن اللي بتعيش فيها، لأن نادرا جدا إن الكبرى تضع البيض بتاعها في نفس الجحر اللي هي عايشة فيه، بل إن هي بتختار جحر تاني مماثل للجحر اللي هي عايشة فيه وبتضع فيه البيض، بيكون بنسبة حرارة ونسبة رطوبة معينة، وبعد كده بتترك البيض وبترحل. بيبدأ البيض إن هو ياخد مراحل النمو، بيبدأ من بداية وضع البيض حتى من 50 إلى 60 يوم بتبدأ الصغار إن هي تخرج من البيض.
من اول ما بتخرج الصغار من البيضة بتبدأ ان هي تعتمد على نفسها في الحياة. يعني ما بتتعلمش حاجة من الام لا تراعي صغارها ولا تعتني بصغارها. بتبدأ الكبرى من اول يوم لها في الحياة ان هي تعتمد على نفسها. بتخش اول حاجة في عملية تغيير للثوب. اول تغيير ثوب ليها من بعد خروجها من البيض بيحتاج من 4 إلى 6 أيام. وبعد كده بتبدأ إن هي تبحث عن أول وجبة ليها في الحياة. ودايما وجبات الكبرى الصغيرة بيكون على الأبراص وعلى القوارض الصغيرة اللي هي حديثة الولادة أو على السحالي الصغيرة. وجميع انواع الثعابين السامه مش بس الكبرى بتخرج من البيضه مكتمله الانياب ومكتمله غدد السم وبيكون عندها سم. فبالتالي تستطيع من اول يوم ان هي تلدغ وتستطيع ان هي تحقن السم من اول يوم ليها في الحياه. صغار الكبرى المصريه عاده بيكون لون الراس اسود وباقي لون الجسد بيكون مائل الى الاصفر الشاحب. وده بيكون لونهم لحد عمر سنتين او عمر سنة ونصف. يعني ما بين سنة ونصف إلى سنتين بيكون ده نفس اللون الشائع في جميع صغار الكبرى المصرية. وبعد كده بتتغير ألوانها إلى الألوان الشائعة. وطبعا اللون الشائع في الكبرى المصرية هو اللون البني، ولكن موجود درجات لونية كتيرة جدا في الكبرى المصرية. موجود اللون الأسود، اللون البني، اللون الأصفر، اللون المائل الأحمر. أيضا موجود في نفس الكبرى ممكن نلاقي 3-4 درجات من الألوان، أصفر مع أسود مع بني. يعني بتسمى الكبرى الصاعقة نسبة إلى ملابس الجيش. فبالتالي ده اسم عامي وليس اسم علمي. الكبرى المصرية من الأنواع المنتشرة بشكل كبير جدا عندنا في مصر، ومش بس في مصر بل إن هي منتشرة في معظم أفريقيا. الكبرى بتتواجد في جميع الأراضي الزراعية المرتبطة بنهر النيل. بتسكن جسور المصارف والترع، ونادرا إنها تقترب من الأماكن المأهولة القريبة من الأراضي الزراعية. ولكن اقترابها للأماكن المأهولة بيكون دائما بحثا عن الغذاء. الكبرى نشاطها الرئيسي بيكون ليلي، ولكن أحيانا بتظهر في النهار لأن هي بتحتاج لأشعة الشمس، لأن هي من ذوات الدم البارد. فبالتالي لابد من تعويض الحرارة من مصدر خارجي. المصدر الخارجي الطبيعي الأهم هو الشمس. وأحيانا في موسم التزاوج أيضا بتخرج بالنهار بحثا عن التزاوج، ونادرا إن هي تخرج بالنهار بحثا عن الغذاء. تمتلك الكبرى المصرية مجموعة معقدة جدا من السموم. بتمتلك سموم عصبية وسموم خلوية وسموم قلبية. تستطيع الكبرى في لدغة واحدة ان هي تقتل اكثر من شخص، لان كمية السم عندها في اللدغة الواحدة ممكن تصل الى ما يعادل 350 ملي جرام من السم. فبالتالي كمية سم كبيرة جدا. الكبرى المصرية هي الاكثر انتشارا في الاراضي الزراعية في مصر. الكبرى المصرية هي الكائن الاكثر احتكاكا بالبشر من الانواع السامة، وهي صاحبة اكثر اللدغات وصاحبة اكثر اعداد الوفيات. الكبرى المصرية متوفر ليها مصل متعدد داخل مصر في جميع اقسام السموم على مستوى الجمهورية، ومتواجد ايضا في جميع المستشفيات العامة المركزية لكل محافظة. وفي الختام أتمنى أن أكون أفدت حضراتكم، وأتمنى دعواتكم معايا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.